هاد الحلوى بالذات يا البنات خلات الضيوف تاوعي طايح اكثر من نايض ويسقسوا واش هاد البنه واش درتي فيها باش جات هكذا. ما عرفوها بسبوسه، ما عرفوها خبز الباي، ما عرفوها قلب اللوز. الحاصل بنه تاعها بنينه بالبزاف تهبل يا البنات. مقاديرها بسيطه اللي حضرتهم بها وهما اللي خلاوها تجي بنتها بنه سبيسيال. هذه معنيك غير سجليها لسهراتك الرمضانيه لانه راح تحلى معها القعده وراح تحمر لك وتشيك مع ضيافك وتقطع لك كميه كبيره. راح نحضروها غير وقفه. راح يعجبك الفيديو لانه ساهل ماهل، ما عليكم غير تبارطاجيوه باش ان شاء الله يلحق لاكبر مشاهده. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نرحب بكم جميعا في قناتي، ان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو تاعنا اليوم. فقط انتم دعموني وبارطاجيوه مع غيركم باش كامل ان شاء الله يستفادوا من وصفه تاعنا اليوم. بسم الله، شوفوا وصفه رائعه جدا يا البنات، راح تحمر لك وجهك. المذاق اللي نعطيه لكم اليوم بزاف بنين بزاف سبيسيال، هو اللي يخلي الناس كي يذوقوا عندكم ما يعرفوش واش راهم ياكلوا في الوصفه تاعنا اليوم. نخلي المقادير على جانب ونروحوا نحضروا الشربات هي الاولى. بالنسبه للشربات عندي كاس ونص تاع 220 مليلتر تاع السكر. هذا الكاس ياخذ 220 مليلتر، درتو كاس ونص تاع السكر، يعني مقادير راهي مضبوطه بالنسبه للشربات لهذاك البلاطو. فوالا، ونديروا معهم 3 كيسان تاع الماء. الكاس الثالث فقط راح نحي منه حوالي اصبعين باش فيما بعد نضيفهم مزهر. فوالا، ونحاول اني نحرك تحريكه هكذايا، نحاولوا انه نذوبوا هذاك السكر وما نخلوش يتكرمل. وندير شرائح الليمون باش يعطونا مذاق رائع، ونخليها فوق النار حتى كي تلحق مرحله الغليان. نحسب لها 10 دقائق ونطفي عليها. تعرفوا كامل تحضروا الشربات وغنيه عن التعريف. ونروحوا في طريقه تحضير المعسلات تاعنا اليوم. شوفوا في غيسيبيون، بسم الله، عندي رشه تاع الملح، عندي 2 حبات تاع البيض يكونوا دافيين بيان سور. ولا كانت عندكم حبه كبيره يعني فريمون كبيره تقدروا ديروا غير حبه تكفيكم. انا هاد الحبات راهم صغيورين. راح ندير معاهم حوالي كاس غير ربع تاع السكر تاع 220 مليلتر. فوالا، وهاوليك هذاك المبشور الليمون اللي كنت خدمته معاكم. شوفوا كيفاش يقعد مزربع داخل المجمد. راني نحاول دائما ناكد لكم نقول لكم باللي كاين الصدق والمصداقيه في تدابيري ولا في وصفاتي، وتستعملوه بكل سهوله ويقعد النسمه تاعو هي. شفتوه؟ يعني باش نكون دائما صادقه معاكم راني نستعملوه حتى معاكم في وصفاتي. هكذا كما نستعملو نعاود نغلقو باحكام ونعاود نرجعو المجمد. هنا نحرك مليح هذاك السكر والبيض تاعي والزيت تاع الليمون، خلطوهم مليح بالفوي كما تقدروا ديروا في العجان ولا تقدروا ديروا بالباطور. حاولت نديرها لكم بطريقه بسيطه باش كامل تجربوها. عندي نص كاس تاع الزيت هكذا، ونحاول اني ندخلو تاني. كل ما تضيفوا مكون خلطوهم مليح مع المكونات اللي كانت قبله. راح نضيف نص كاس تاع حليب يكون دافي، من الاحسن ما ديروش بارد باش يخلينا المعسله تاعنا تطلع. ونخلطها مليح ونروحوا للنواشف. بالنسبه للنواشف عندي هنا كاس تاع 220 ملل سميد اللي خدمت لكم به القلب اللوز. اللي يحبوا يديروا هذا السميد وتجيهم هذا الذوق بين رايح للذوق تاع القلب اللوز يديروا هذا السميد، ولا اللي يحبوه فريمون يرايح للذوق تاع البسبوسه يديروا سميد متوسط ولا سميد رطب، لكم الاختيار. عندي كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي بقشورو، وعندي كاس تاع جوز الهند اللي هو انوات كوكو. فوالا، كاس سميد حرش، يعني حرش اللي خدمت به القلب اللوز تاع موله، ودرت كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي وكاس نوات كوكو. وهنا درنا نص كاس تاع الفارينه. الدور تاع نص كاس تاع الفارينه لانه راهو شوفوا فيه نوات كوكو فيه الكاوكاو وفيه السميد، هذوما كامل نعرفوهم يجوا مزربعين كي يتشربوا. نحاولوا هذيك النص كاس تاع الفارينه يخليهم متماسكين، ميم كي تجي تقسمي المورسو ما راحش يتفتت معاك بزاف. ودرت معاهم كيس تاع خميره الحلويات وخلطتهم مليح ونتحصلوا على هذا الخليط. هاولي كيما راكو تشوفوا فيه يكون بهذا القوام. عندي بلاطو تاع 30 على 25 دهنتو بالزيت، ونحاول اني نفرغ فيه هذاك الخليط ديالي. راح تجيكم نتوما تقولوا كميه قليله، لا لكن كي تتفاعل وتزيدوا تشربوها راح يولي مرسو الله يبارك ما شاء الله. نحاول اني نستويها كامل ونخبطها 2 خبطات ولا 3 باش تتعدل وحدها بلا ما تستعملوا لا كوبات لا والو، وحدها تتعدل. ونحاول
اني نطراسيها بالكوبات هكا فقط باش نعرف وين راح ندير هذوك الحبات تاوعي تاع اللوز ولا الكاوكاو ولا الجوز باش حبيتو تزينوا. قلت لكم فقط السميد، نعاود نولي للسميد. انا درت سميد تاع القلب اللوز، ماشي سميد هذاك الخشين كامل هذاك، لا اللي درت لكم به القلب اللوز تاع سميد الحرش تاع موله. ولا تقدروا ديروا سميد متوسط ولا رطب اللي يحبها بذوقك، شغل رايحه للبسبوسه. انا حبيتها رايحه بين رايحه تشبه القلب اللوز. درت لها كامل هذوك الحبات تاع اللوز تاعي. راح ندخلها الفرن على 180 درجه، راح تطيب لكم حوالي 35 دقيقه. هنا بعد ما خرجت الحلوه تاعي طابت لي 35 دقيقه، غرشتها حمارت لي على الاطراف مليح، يعني تحمرت فونسات. درت لها زدت حمرتها من الفوق. هنا ضفت ربع كاس تاع المزهر لهذيك الكميه، مع حوالي 2 اصابع اللي كنت نحيتهم من الكاس تاع الماء تاع مقبل. قلت لكم راح نضيفهم مزهر ونشربها مباشره وهي سخونه. راح تاخذ لكم كامل هذيك الكميه. فوالا يعني راح تجي مشربه سوا، ما راحش تجي فايضه وما راحش تجي ناقصه. وشربوها كامل صاير داير. سبقوا في الاطراف، نعرفوا الاطراف يسحقوا بزاف يكونوا يابسين، لازم تشربوهم مليح. فوالا هايليك هنا كملت شربتها كامل. هايليك قلت لكم بلي خدت لي كامل الكميه. نخليها على جانب ونروح نزيد نضيف لها واحد الاضافه هكا اللي حتزيد تعطي لها واحد الطعم رائع جدا. هنا حكمت حوالي ربع كاس تاع 220 مليلتر، درت فيه عسل، يعني ربع كاس عسل ما يعادل حوالي 2 ملاعق حتى 3. ونكملوا بحوالي نقولوا ربع تاني كاس تاع المزهر، وندوبهم في الميكرووند. يعني نحاول اني نسخنهم في الميكرووند هكذا. بعد ما دوبتهم حركتهم مليح، يعطي له واحد الطعم لهاد المعسله بزاف هايله، هي اللي قلت لكم ما تعرفوش واش راكو تاكلوا. ونحاول اني نشربها كامل هكذا بالكاس ولا بالملعقه. انا نحاول نفيلمي لكم باليد الاخرى، ما قدرتش كيفاش باش يعني راني نسرع. ونخليها تكمل تشرب كامل هذا المذاق، ونخليها على جنب تبرد مليح. خلوها من الاحسن تبرد مليح باش تقسم معكم ومراسم ونقسمها معكم فيما بعد. هذه شكل المعسله تاعي. صدقوني كي تكونوا تاكلوا فيها ما حش تعرفوا الذوق اللي كنتوا تاكلوا فيه. راح يجي مزيج بين قلب اللوز، مزيج بين بسبوسه، مزيج بين خبز الباي. هادوما كامل حتحسوا راكم تاكلوا فيهم اذواق في ذوق واحد. نقسم معكم المعسله تاعي، يعني قعدوا مهما كان قعد هذاك اللي تخاص تاع هذوك الخطوط ساعدوني باش نقسم المراسم تاعي. راح تجي هشيشه وخفيفه تهبل يا البنات، حتى الشكل تاعها كي تقلبوها من تحت كانه جاكم الشكل تاع القلب اللوز. نحاول اني نحي معكم مرسو. فوالا فقط نتوما كي تجوا تقسموهم حاولوا روح معاهم غير بالعقل، لانها راهي فيها النوع كوكو، فيها الكاوكاو وفيها السميد، راح تجي شويه هشيشه. هاي ليك شوفوا نقربها لكم عن قرب. الذوق تاعها والريحه تاعها ما شاء الله يا البنات. كي تشموها راح تشموا ريحه القلب اللوز، كي تاكلوها راح تاكلوا ذوق بين خبز الباي، بسبوسه، قلب اللوز، رائعه جدا. شوفوا ما شاء الله يا البنات. وراح نخلي لكم مقطع نقلبها لكم على الجنب الاخر تشوفوا كيفاش تجي اللون تاعها والشكل تاعها كانها قلب اللوز. هنا نقسم معكم باش تشوفوها كيفاش جات المعسله تاعنا. انا عليا نقول لكم غير تجربوها يا البنات لانها بنينه تهبل، خاصه نحبوا بزاف هذا النوع من هاد المعسلات في شهر رمضان الكريم اللي ان شاء الله كامل يلقانا بخير وعلى خير وينعاد علينا بالصحه والهنا. شوفوا كيفاش تجي جات طيبتها حتى حمارت مليح من تحت. نحب كي يكونوا هذا النوع من هاد المعسلات يكونوا محمرين من تحت. جات هايله بنتها روعه. متاكده الا جربتوها راح يعجبكم النتيجه كما عجبت افراد العائله تاعي وحتى ضيوف اللي دوبوغتها لهم. حنوريكم مقطع صغير كيفاش قلبتها من اللور باش تشوفوا الشكل تاعها عن قرب. نتمنى فقط تكون عجبتكم هذه المعسله، شاركوها مع غيركم باش كامل ان شاء الله يستفادوا من الوصفه وينجح الفيديو ان شاء الله. ودعموني وشجعوني. ما عليا نقول لكم غير انتظروني في وصفه واحده اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه ان شاء الله.